اي حد فينا نفسه يكون عنده اراده ويكمل في الحاجات اللي بيبداها، مش بس يبداها ويسيبها وخلاص. اول خطوه علشان يكون عندك اراده قويه لازم تبقى عارف انت عايز ايه بالظبط. لازم يكون عندك هدف واضح بتسعى ليه. من غير اي هدف واضح الاراده بتضيع في اي حاجه حوالينا. يعني مثلا لو واحد شارع عربيه جديده، مثلا بورش مثلا، او ايا يكن، او لامبورجيني، اي حاجه، المهم ان هي احدث موديل، بس هو مش عارف هو عايز يروح فين، هيمشي شويه وهيوقف. فانت لازم تكون انت عارف الوجهه اللي انت رايح لها فين. لازم يكون عندك هدف واضح. المشكله ان احنا ساعات بنبص للهدف الكبير ونحس دايما انه حاجه مستحيله صعب نحققها، في حين ان احنا لو قسمناها لاهداف صغيره هنلاقينا بنمشي فيه بسهوله خالص. فلو انت عايز تحسن اللغه بتاعتك مثلا في الانجليزي، هتلاقي نفسك عايز تتعلم كورسات وتبدا تحفظ كورسات عندك، وفي الاخر ما بتفتحهاش وما بتذاكرهاش. بس لو انت بدات وقلت انا هحفظ 5 جمل بس، او حتى 5 كلمات، واستمرت عليهم لفتره طويله، هتلاقي نفسك في تحسن. لكن فكرة انك الهدف الكبير ده، فانت بتبقى عايز تتعلم بس انت ما بتستمرش، ما بتعملش حاجة اصلا. فلو قسمت حاجات بسيطة هتلاقي نفسك بتنجز اكتر، وبتمشي فيه بأريحية وبتحس بالإنجاز. وللأسف الإرادة مش بتظهر فجأة وبتفضل موجودة عندنا، لا، الإرادة دي عاملة شبه العضلة أو زي العضلة بالظبط. لازم تتمرن كل يوم، لازم تتمرن باستمرار. يعني مثلا انك تعمل عادات بسيطة كل يوم وتكررها يوميا، وكمان انك تستمر عليها، ده بيزود ثقتك في نفسك وبيخليك عندك التزام. كمان ده بيزود قوة الإرادة عندك، تبقى من حديد. اللي بيكسر الإرادة اللي عندك وبيضعفها مش علشان انت ضعيف، لا، الحاجات اللي بتسحب تركيزك من غير ما تاخد بالك، زي الموبايل والسوشيال ميديا. كمان لو انت محاط بناس سلبيين، سواء كان صحابك او حد معاك في الشغل، المهم شيل الحاجات دي كلها اللي بتشتتك وابعدها عن طريقك، سواء كنت في الشغل او في الدراسة. وخلي دايما تركيزك كله على حاجة واحدة، الحاجة اللي موجودة اللي انت شغال عليها دلوقتي. يعني لو بتذاكر خلي تركيزك كله في المذاكرة، لو في الشغل خلي تركيزك في الشغل. وخليك عارف دايما ان الانسان بطبيعته بيحب المكافآت، بيحب يكافئ نفسه. فلما تعمل حاجة انجاز بسيط او حاجة بسيطة، كافئ نفسك بحاجة بسيطة برضه. وده هيخلي عقلك يربط الانجاز بالمتعة، ويخليك دايما بتحاول تعمل الحاجة دي بس علشان هي بتبسطك اصلا، وانك بتكافئ نفسك فبتحس بالانجاز وبتحس بالمتعة في نفس الوقت. واهم حاجة في الايام الصعبة اللي هتمر عليك، لان لازم هتحس بفترات صعبة جدا، خليك دايما تسأل نفسك سؤال: انا بدأت ليه؟ لأن السبب اللي خلاك تبدأ هو اللي هيخليك تستمر. الإرادة ساعات بتخلص أو بتضعف، ولكن الهدف هو اللي بيخلينا نكمل ونستمر في أصعب الظروف. فدايما نفكر نفسك بالهدف وأنت بتسعى ليه. خلاصة إن الإرادة مش موهبة، هي عادة الإنسان بينميها كل يوم وبتتبني كل يوم، وبتتبني بإن يكون عندك هدف واضح وتسعى له بخطوات بسيطة يومية. وكمان يكون عندك التزام، وإنك تكافئ نفسك على الإنجازات البسيطة اللي أنت بتعملها. في الآخر هتلاقي نفسك عندك إرادة من حديد بتقدر تكمل فيها في أي طريق أنت اخترته وسعيد فيه. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك، وقول لنا حابب نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية. دردشة. كان في مقولة بتقول إن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب، مش فاكر مين اللي كان جايلها. المهم أعتقد حد من الصحابة. فدايما خالف هواك، وكل ما تخالف هواك دايما هتلاقي عندك قوة إرادة كبيرة، وهتلاقي عندك بتلتزم بحاجات كتير. فهي دي الليلة الكبيرة اللي احنا قعدنا نقول عليها، يكون عندك خطوات وخطوات بسيطة وتقدر تستمر عليها وتعمل. لو لخصناها هنلخص في إنك خالف هواك. يعني مثلا أنت عايز تاكل كتير، قلل أكلك. عايز مثلا تقعد على السوشيال ميديا وتتفر وتعمل حاجات سهلة وبسيطة مش عارف من وتسوف، لا، كل ده الهوى اللي بيخليك تعمل كده، والفراغ والحاجات السلبية. فانت لو منعت ده كله من الأساس أصلا هتلاقي نفسك عندك وقت هتستغله في الحاجات الكويسة، الحاجات اللي تفيدك في، سواء في صحتك وفي دينك وعلاقة بجسمك أو بشغلك أو أيا يكن الحاجة بتاعتك. ولكن دايما خليك عندك فكرة إنك تخالف هواك. يعني مثلا اللي هو أنا عندي مثلا مذاكرة، بس أنا مش هذاكر عشان أنا مكسل وتعبان ومرضان والليلة والدنيا. لا، أنت، لا، أنا هذاكر النهاردة، خلاص أنا مش قادر وتعبان، هذاكر نص ساعة بس. فده هيخلي عندك إن أنت في أصعب الظروف، لا، أنا موجود وشغال. فدي حاجة كويسة جدا. مش عارف لو حابين نسيب بعد الفيديو دردشة كده بسيطة بأسلوب بسيط، يعني ملوش علاقة بالكلام. فماشي، حد يكتب لي في التعليقات، ده لو حد وصل لحد هنا يعني. ولو وصلت لحد هنا أحب أحييك، وما تنساش تكتب لي سبحان الله في التعليقات عشان أعرف أنت وصلت للآخر. سلام. لا، سلام بجد بقى، خلاص، سلام.